السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في مطبخ نسيلياكي. أحضر غذائي بنفسي. اخترت لكم اليوم كيفية تحضير الشيكولا في المنزل بمواد مسموحة. تبعوا معايا الطريقة والمقادير. أبدأ الآن بالمقادير. راح نكيل بالملعقة باه تجيكم سهلة. أبدأ بالسكر. راح نستعمل 4 ملاعق سكر ممسوحة. لازمنا ما نعمروهمش لان السكر مضر ولازمنا نحاولوا كيفاش نقصوا منه. نزيد نصف كاس ماء. نزيد ايضا لافاني للنكهه. نبقاو نحركوه حتى يذوب السكر تماما بلا ما نحطوه فوق النار. هكذا نحركوه حتى يذوب. راه تطول العمليه بصح من بعد يذوب. نزيدو ايضا الكاكاو. حطيت الملعقه الاولى، 2، 3، 4، 5 ملاعق مملوءة. راح نستعمل الآن شيكولا بودرة بدون جلوتين، هذه اللي راكم تشوفوا فيها. راح نستعمل 5 ملاعق مملوءة. هذه فيها شوية السكر. نضيف أيضا ملعقة كبيرة مارغرين سول. نبقاو نحركو مليح حتى يمتزج الخليط. نخلط الآن المقادير مليح ومن بعد نحط الحليب. شوفوا لازم يمتزج الخليط أولا، النار تكون هادئة ونخلط جيدا حتى يمتزج الخليط. شوفوا الآن بعد ما تجانس الخليط وامتزج الكل، نضيف الآن الحليب بودرة. الحليب عندي 5 ملاعق كبيرة مملوءة، راح نحط 3 فقط، ما تحطوش دفعة واحدة، حطوا على دفعات. نخلط هذو 3 ملاعق جيدا. النار دايما تكون هادئة. ما تبركوش التحراك، لازم تبقاو تحركوا دايما. شوفوا بعد ما عقدت شوية نضيف الآن الملعقة الرابعة. نزيد ندير لكم نكهة ايضا راح تعطيها ذوق رائع، وهي قشور البرتقال مع الشيكولا يجيو روعة. راح تعطيها نكهة خاصة. نزيدوا الملعقة الخامسة. نزيدوا الآن المكسرات كيف ما نحطهمش دفعة واحدة حتى نخلط ونشوف القوام. انا حطيت الكاوكاو وانتم احرار، شوفوا المكسرات اللي تعجبكم. نحط الآن مول الكاوكاو كامل. اذا بعد ما تحصلت على القوام المطلوب، الآن جبت مول تاع السيليكون، حطيت فيه بابي فيلم باه يجيني سهل باش نحيه من بعد. نعمر الآن هذو كامل ونخليهم يبردوا ويجمدوا خارج الثلاجة مدة 6 ساعات. انا خليتها بقات 3 ساعات، راهي جمدت شويه باه نوريها لكم، لكن نتوما من الافضل تخليوها 6 ساعات. نفرغ الان في طبق التقديم. تشوفوا كيفاه القوام، شوفوا الحبه كيفاه جاتني، شوفوا كيفاه تقلعوا بسهوله. لهذه لازم ديروا بابي فيلم. اذا هذه هي الشوكولا بالمكسرات بدون جلوتين اللي حضرتها معكم، وذوق البرتقال زاد لها بنه اكثر. نتمنى تنال اعجابكم وتجربوها، والى لقاء اخر ان شاء الله.